في حلقة النهاردة أنا جاي أقول لك على ترشيحات لأفلام أجنبي تتفرج عليها وفعليا هتعجبك جدا وهتبقى مندمج معاها جدا. كل فيلم فيهم هقول لك إيه هي قصته وتقييمي للفيلم كام، فعشان ما نطولش يلا بينا نبدأ الحلقة ونشوف إيه الأفلام اللي عندنا النهاردة. أول فيلم هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم دام. الفيلم ده نزل سنة 2024 وبيحكي ببساطة جدا عن بنت فقيرة عايشة مع أهلها وكل الناس اللي حواليها أو تعرفهم فقراء زيها، فبيتقدم لها أمير عشان يتجوزها وهي بتوافق علشان تنقذ أهلها من الفقر اللي هم عايشين فيه. لكن اللي بيحصل بقى ان هم لما بيخلصوا الحفله وبتروح البيت بتكتشف ان في مؤامره غريبه جدا بتهدد حياتها بشكل مباشر، وان الامير عموما لما جه يتجوزها ما جاش بس عشان فكره ان هو عايز يتجوز، في سبب كبير جدا ورا ان هو عايز يتجوزها. فمن هنا بقى بتبدا احداث الفيلم في ان هي بتحاول توجد حل للمشكله دي بشكل بقى مليان توتر، ويعني بص هتعيش جو كان حلو جدا بصراحه. انا شخصيا وانا بتفرج على الفيلم عجبني جدا الاحداث والترابط بتاعها، فالحقيقه يعني ان الفيلم ده خلاني ادخل معاه المود بتاعه قوي، وكنت فعليا مركز في كل تفصيل بيحصل وما حسيتش باي ملل في اي وقت في جزء من الفيلم. فصدقني الفيلم ده حلو جدا، ولو انت ما شفتوش اتفرج عليه وهيعجبك. تقييمي انا الشخصي للفيلم ده هو 8 من 10. من هنا بقى نروح لتاني فيلم هكلمك عنه النهارده وهو فيلم بريزنر. الفيلم ده نزل سنه 2013 وفعليا هو واحد من اكتر الافلام يا جماعه اللي سحلتني سحله. انا يعني بص من اول الفيلم لاخره تقريبا ما قمتش. الفيلم ده بيحكي عن عيله بتقرر ان هي تخرج مع بعض في العيد بتاعهم، ووقت ما هم في الخروجه نفسها بيحصل ان طفله من الاطفال بتختفي وما بيلاقوهاش، ومن هنا بتبدا كل احداث الفيلم. ابو البنت نفسها بيبقى عايز يعرف بنته فين، ايه اللي حصل لها. الفيلم من اول هنا بيبدا ياخد خط مختلف تماما من الغموض والاثاره ويخليك تفضل مركز معاه عموما، وبتدقق في كل حاجه بتحصل. فطبعا بتيجي الشرطه وبيبداوا يحققوا، وبتبدا من هنا رحله البحث لما الاب بنفسه بيحس ان الشرطه مش مهتمه قوي يعني، او انهم مش هيرجعوا له بنته في الاخر، فبالتالي بيبدا الاب بنفسه يدور هو ايه اللي حصل لبنته. فعليا بقى ده كله كوم، ولما تيجي عند النهايه بتاعت الفيلم هنا كوم تاني. فعليا واحده من اكتر النهايات اللي كانت غير متوقعه للافلام اللي انا اتفرجت عليها عموما. فعشان ما احرقلكش الفيلم ده بالنسبه لي تقييمه 8.5، ولو انت ما اتفرجتش عليه اتفرج على الفيلم ده وهيعجبك جدا. ومن هنا بقى نروح لاخر فيلم انا جاي اكلمك عنه في حلقه النهارده وهو فيلم وات هابند تو مانداي. الفيلم ده ممكن تحس اللي هو ايه علاقه الاسم بالفيلم، او ايه فكره المانداي اللي احنا يعني ايه اللي حصل له، ايه اللي هيحصل له. لكن فعليا انت لما تتفرج على الفيلم هتعرف معنى الترابط اللي ما بين الفيلم وما بين الاسم بتاعه. الفيلم ده مبني على خيال علمي، وفكرته انه قدام الكوكب بقى مليان جدا بالسكان، فالحكومه بتقرر ان هي تحط قانون ان كل عيله ليها انجاب طفل واحد بس. اكتر من كده بياخدوه وبيحطوه في سبات عميق اللي هو التجميد اللي احنا عارفينه يعني، لحد لما الامور تبقى تتحسن في المستقبل. فاللي بيحصل ان العيله اللي احنا بنتفرج عليها بيجي لهم 7 بنات، فالطبيعي وحسب القانون ان اللي هيحصل ان واحده منهم هي اللي هتعيش والسته التانيين هتاخدهم الحكومه. ولكن العيله بتقرر بان هي مش هتقول للحكومه ان هم 7، وبيبداوا يدربوا البنات دول على انهم يعيشوا مع بعض حياه واحده، يعني هم اسم واحد، شخص واحد، وكل بنت فيهم متسميه باسم يوم في الاسبوع زي ماندي كده، ومش مسموح لها لا تخرج ولا تشوف الشارع الا في اليوم بتاعها. بتمشي الامور على كده، وفعليا البنات بيبقى عليهم فكره ان هم ما يخلوش حد يحس نهائي ان هم ليهم اخوات، لحد ما بيجي اليوم بتاع يوم الاثنين اللي هو الماندي، وبتخرج فعليا من البيت، ولكن من بعدها ما بترجعش تاني ابدا. فمن هنا بيبدا احداث الفيلم اللي فيها التشويق والاثاره بفكره ان بقيه ال6 بنات بيقلقوا على اختهم ومش عارفين ايه اللي حصل لها، فبيقرروا انهم هيخرجوا هم ال6 عشان يدوروا عليها. وبرده لما نروح لنهايه الفيلم هو واحد من اكتر الافلام فعليا اللي كانت فيها بلوت تويست في الاخر. فبصراحه الفيلم ده حلو جدا، فكرته كانت مختلفه، عجبني جدا وانا بتفرج عليه، يعني غير لي مود الافلام في العموم اللي انا بتفرج عليها. الفكره بتاعته كانت جديده ما شفتهاش قبل كده، ففعليا لو انت ما شفتش الفيلم ده اتفرج عليه وهيعجبك جدا. في النهايه في العموم تقييمي للفيلم ده هو 8.5 من 10، وفعليا الفيلم يستاهل التقييم ده. فبس في النهايه دي قائمه الافلام اللي انا جاي اكلمك عليها النهارده. دي شويه ترشيحات افلام اجنبي لو انت حابب تبقى في الاجازه كده قاعد تقعد تتفرج على حاجه جديده ومختلفه وما اتفرجتش عليها قبل كده، وفي نفس الوقت تبقى مشدود ويعني ما تحسش بملل. لان بصراحه انا عارف فكره ان انا اقعد واختار فيلم اصلا انا ما اعرفش عنه حاجه، من فكره ان انا اقرا القصه بس، دي بتبقى حاجه مقلقه ان انا ممكن اضيع الوقت وفي الاخر الفيلم ما يعجبنيش. فعشان كده قررت اجي اقول لك على الافلام دي واقول لك قصتهم، وصدقني لو اتفرجت عليهم هيعجبوك جدا ومش هتندم. فبس دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يتفرجوا على الافلام دي، واستنانا في الحلقات اللي جايه عشان هقول لك على افلام تانيه مختلفه خالص. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.